انت لسه ما عملتش حاجه في حياتك؟ يعني انت بجد لسه ما عملتش حاجه في حياتك؟ يعني انت بجد لسه ما عملتش فلوس؟ لسه ما اشتغلتش سي او في شركه؟ لسه؟ انت ازاي يعني ازاي عايش كده؟ انت ازاي راضي بنفسك كده؟ يعني ايه يعني ايه عندك 12 سنه؟ مش فاهم مش فاهم. قوم يا حبيبي دلوقتي اتحرك. انت عارف الشباب اللي في سنك بيعملوا ايه بجد؟ مش محتاج طبعا ان انا اقول لك. قوم يا حبيبي اتحرك يا حبيبي، خد لك كورس برمجه كده طور من نفسك. آه. تعالى كده قرب قرب كمان. بص عايزك تركز معايا في الحته دي، عشان عامه الحته دي هي اللي مبني عليها فكره الفيديو كلها. الحياه دي اصلا بتمر ب5 مراحل، يعني لو انت ما وقعتش في النص ومت في مرحله وعشت لاخر المراحل كده كده هتعدي عليهم، فاهم قصدي؟ مرحله الطفوله والمراهقه والشباب والرجوله والعجز. عامة مرحلة العجز دي أفضلهم، يعني أفضل مرحلة مرحلة العجز دي. تعمل أي حاجة أنت عايزها ومحدش بيلوم عليك، يعني تعمل عقلك بعقل عيل صغير قشطة، تتحرش بواحدة قد أحفادك وماله، تعمل حمام على نفسك ما يضرش. عامة انا كده كده محتاج ان انا اعمل حلقة عن العواجيز يعني عشان اتكلم فيها براحتي، وعشان محتاج فلوس برضو. المهم بجد يعني ليه ما حدش سألني انا قلت المراحل دي ليه؟ يعني ليه ما حدش كده وقف وسألني انا قلت المراحل دي ليه؟ يمكن عشان انا قاعد بتكلم مع كاميرا ومتناقش معاها وعايز ان هي تقول لي رأيها، وقافل تليفوني بقالي اسبوع ومختفي عن الناس ومحدش عارف انا فين. لا مش ده السبب. عامة السبب ان انت ما سألتنيش. المهم ان العامل المشترك في المراحل دي كلها اختراق 100%. الضغط، الاسترس في كل المراحل. انت بتبقى مضغوط عليك، وانت عجوز بتبقى عايز تلحق تعمل اي حاجه لاخرتك قبل ما تموت وتودع الملاعب، وانت راجل بتبقى عايز عيالك تعيش احسن عيشه، يعني بتبقى مضغوط ان انت عايز تعيش عيالك في احسن عيشه وانت شاب بتبقى مضغوط ان انت عايز تجرب كل ملذات الحياه او عايز اسد على التيك توك. وانت شاب بتبقى عايز اسد على التيك توك مضغوط، انا لو ما جاليش اسد دلوقتي هموت. وانت مراهق بتبقى عايز تجرب كل حاجه او غلط في الدنيا وعايز متمرد، عايز حد يحكمك. وانت طفل بقى، وانت طفل مفيش ضغوط. الحياة بيبي وردية بينك، كل الحياة بينك، الا لو اهلك طبعا على ستايل التربية القديمة هيكرتوك كل يوم علقة موت. بس انت اما تكبر هتنسى، مش تبقى مريض نفسي ولا حاجة، لا يعني اسأل مجرب. لو اهلك على الستايل القديم انت اما تكبر هتنسى كل علقة كرتوها لك ومش هتفتكر حاجة. يعني هو يعني عامة برضو مرحلة الطفولة بتبقى لطيفة يعني. المهم انا ملاحظ الفتره دي بجد ان الناس بقت عايزه تحط الضغط على الاطفال، ويعني عامه دي حاجه بتجنني بقى. انا بقى بتجنن بقى، يعني انا اي حد يجي يحط ضغط على ستريس على طفل انا بالنسبه لي يتعاملوا معامله الراجل بتاع العيال اللي على اول شارعكم. انا بالنسبه لي اي حد يحط ستريس على طفل ده باشا بتاع عيال، ده راجل، ده يتسجن، ده باشا، ده الحل بتاعي. كنت قاعد من كام يوم انا والعيله الكريمه طبعا، وقعت جنبي وبتاع وبنتفرج على التلفزيون. بنتفرج طبعا على شاركس عشان نشوف المشاريع والحاجات الدنيا ماشيه ازاي. يعني احنا مش هنعمل حاجه بس احنا عايزين نشوف النت نتابع على الاقل، يعني احنا مش هنعمل حاجه بس نتابع. لقيت 3 اطفال شباب صغيرين طبعا طالعين للشاركس يطلبوا منهم يعني فلوس عشان يكبروا البراند بتاعهم. ينفع نتناقش ورا؟ طب هتتناقشوا في ايه؟ هو ده اللي انتوا طالبينه. طب عايزين حاجه تانية؟ انا طبعا بقيت ان انا عايز ادخل جوه الجاكيت، فاهم؟ انا عايز ادخل جوه كده الجاكيت ومش عارف اعمل ايه بقى، فاهم؟ لان ابويا بص لي البصه اللي هو عارف، البصه اللي هي البصه اللي هو شايف العيال بتعمل ايه، مش انت قاعد لي عاله على ابوك وامك وانت لا شحت قد الدنيا، عاله على ابوك وامك. فبجد يعني انا ما عرفتش اقول ايه، بقيت عايز اتشفط مكاني. يعني شكرا للاطفال دي عامه، فمن حقي بصراحه لان انا اتهنت واتمسح بكرامه الارض لان انا شاب فاشل وشاب عاطل. فيعني هو بيبص لي بقى بصه ان انا المفروض ان الاطفال دول عملوا وانت قاعد لي مكانك. فلا يا جدعان، يعني يا جدعان، يعني يا حاج اقل. طبعا مش عايز طبعا اقلل من الاطفال دي طبعا، بس انا كل الكلام اللي في دماغي دلوقتي ان انا اقلل من الاطفال دي. بس لا عامه احنا محتاجين نخلي الاطفال يعيشوا طفولتهم. يعني بجد حرام ان انت تحط الطفل في ستريس، فاهم؟ يعني سيب الاطفال تعيش طفولتها بجد. يعني ده مش العادي ان الطفل يبقى عنده 7 سنين او 8 سنين ويروح يفتح براند هوديز ويبقى شغال CEO وكو فاوندر في شركه وبتاع. والمناسبه يعني
يعني بجد يعني تخيل تبقى داخل شركه كده تلاقي طفل لابس بدله، يا نهار اسود. سي او شركه او الاتش ار تلاقيه شغال طفل عنده 12 سنه، فاهم؟ هو دارس بره وجوه وتحت وفوق، وهو دلوقتي هيقعد ويقيمك ويشوف اذا كنت انت هتشتغل ولا لا. بالنسبه انا صور الاطفال بالبدل بتضحكني فشخ صراحه يعني، والاطفال البادي بيلدر النسور عالدبابات حالين شعور نفسي كمان. فيا جدعان ارجوكم يعني بلاش نحط الاسترس على الاطفال، اصل هو بجد يعني سيبوه بجد سيبوه يعني يحط صوبه في الفيشه يتكهرب يموت، يعني يستنى العيله تتجمع ويقعدوا مع بعض وبتاع، يخبط دماغه في سن الترابيزه يبوظ القعده كلها ويجروا بيه على المستشفى الاول. يعني هي دي الحاجات اللي الاطفال بتعملها، فسيبوهم يعملوها. اصل ليه يعني انت بالله عليك يعني لما تبقى حاطط ضغط على طفل عنده 12 سنه ان هو بص العيال اللي في سنك بيعملوا ايه وانت ما بتعملش حاجه، اصل هو هيعمل ايه بجد؟ هيعمل ايه يعني؟ هي بجد بحس ان هو عايز يقول له دي غلطتك، ما خدتش كورسات برمجه وانت في بطن امك ليه وانت بتتكون ال8 شهور دول يا باشا؟ كنت تصحى 5 الفجر وخد دش ساقع وخد كورسات برمجه، انت نازل لي كده مش عارف تتكلم، انت نازل لي ما بتعرفش تتكلم ازاي يعني؟ ال8 شهور اللي انت كنت في بطن امك دول عملت فيهم ايه؟ انت نازل لي ما بتعرفش تمشي وتتكلم يعني؟ بقى اي عيل ينزل لك بعد كده ما يعرفش يمشي ويتكلم ويفتح شركه ده ارميه بقى، عوضنا على الله يا باشا نخلف غيره. فيا جدعان سيبوا الاطفال بجد يعني، سيبوهم في حالهم بجد بقى، سيبوهم في حالهم عشان عليا النعمه. انا مجنون ومش عايز اقول انا هعمل ايه عشان محدش يعرف يمسكها عليا يعني. انا ممكن اعمل حاجات وحشه بجد. يجي بقى ايه هو قاعد في بطن امه طخ الساعه 5 الفجر يخبط على بطن امه، اصحى يا وليه انزل اجري وخد دش ساعه يلا، وفي طريقك كده بي سي بس تكون الامكانيات بتاعته عاليه، اقل حاجه كور i9 وكارت شاشه، اهم حاجه كارت شاشه ار تي اكس 4090 عشان هبدا بقى في كورسات البرمجه في ال8 شهور دول عقبال ما تولديني اكون انا نازل فايق للدنيا. فبيبقوا عايزين بجد يعني الاطفال بتبتدي بقى ان هي تتجنن بقى وتبقى عايزه تجري مع الناس اللي كأنك كده في فيصل او رمسيس، فاهم؟ الناس كلها عايزه عماله تجري. طب بتجروا ليه يا جدعان؟ مش عارفين بتجروا ورا ايه؟ طيب مش عارفين يا باشا، احنا بنجري وخلاص، اجري يا عم اجري. فالناس كلها عماله تجري بجد. وهم مش عارفين هم بيجروا ليه، او بيجروا عشان هم بيجروا يا باشا احنا بنجري. بتجروا ليه؟ احنا بنجري. بتجروا يعني انتوا رايحين فين؟ احنا بنجري يا باشا، بنجري. هتجري معانا؟ مش هجري. فيا جدعان يعني اتمنى بجد ان الناس تفتكر ان الحياه دي رحله يعني، واي رحله انت ماشيها يعني اي رحله انت ماشي فيها انت كده هتوصل لوجهتك في الاخر يعني، لو انت فضلت ماشي ما وقفتش وبتاع ولا نزلت العجله فرقعت منك ولا حاجه، بس طول ما انت ماشي يعني انت هتوصل لحاجه في النهايه، فاهم؟ بس طول ما انت يعني انت ممكن تفضل ماشي طول عمرك كله، هتفضل ماشي طول عمرك كله مبدوع وعمال تنفخ وتجري وخلاص. لا يا عم هاف فن وانت ماشي يعني، وانت ماشي انزل كده استراحه ريست، اشرب لك واحد ايس كوفي مع البت اللي انت بتحبها، فاهم؟ وبتاع، واركبوا العربيه وكملوا الرحله، فاهم؟ هاف فن في الرحله يا باشا، استمتع وانت في الرحله، ما تبقاش عمال بتجري وخلاص شبه الطور اللي بيجري على بتاع حمراء وخلاص. انت لا يا عم هاف فن في الدنيا. في ايه يا جدعان؟ ما تجننوناش بقى على الصبح. كانوش شهرين جبتهم، ما كانوش شهرين يعني. بس كده يا جدعان، يلا السلام عليكم عشان انتوا حرقتوا دمي بصراحه. سلام يا عم مفيش فيديوهات في 3 شهور تاني يعني. يلا.